السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا يلا نعمل شوية رز محمرين كده على السريع، وشوية كفتة اللي احنا عملناها تمام في اخر يوم في رمضان. كفتة رز على البسلة، ونعمل الفرخة الحمرا ديت او البلدي، بس هي ناشفة شوية، ناشفة حبتين يعني. حطيت الثلاث حلل على النار. اول حله اللي هي الكبيره سبتها تسخن لحد ما احط فيها الفرخه اللي هي الحمرا دي، وحطيت الحله الوسط الصغيره ديت وحطيت فيها شويه زيت عشان حطيت فيها بصلايه وسط وقرن فلفل. نعمل الحله الوسط ديت بقى، اقول لكم عملنا فيها ايه. هحط فيها شويه زيت كده حلوين عشان نحمر نص كميه الرز اللي عندنا. عندك كيلو رز هتحمر نص وتسيب النص. هنا انا كنت حطيت هنا الفرخه، بس هو الفيديو مش عارفه اتعكس ولا ايه، ما علينا. هنا حطيت الفرخه البلدي بالحوايج بتاعتها، ونزلت عليها بتاع حبايه طماطم وبصلتين، تمام، بصلتين وطماطمتين. وحطيت فيها عود قرفه وورق لوري وفصين توم سلام. هنا لقيت عندي طبعا القوطه هتبوظ. انا كنت طول شهر رمضان كنت بستعمل قوطه من الديف ليزر اللي انا كنت عاملاها يعني، مخزناها ومفرزاها ومسبكاها. فقلت لا، القوطه هنا هتبوظ عندي. فجات لي مكالمه تليفون، للاسف قطعت عليا الفيديو. فطبعا اشتغلت طبعا، والمكالمه كانت شغاله يعني، كنتش عارفه ان انا اصور يعني، عشان هو تليفون واحد بتكلم وبصور منه. فقلت لا، هاخد القوطه اللي هتبوظ مني في الفريزر بعد ما غسلتها وصفيتها وكده. حطيتها هنا، نزلت بمكعب ماجي على الرز. نزلنا بكمية الرز بعد ما اخد اللون الذهبي الجميل، وهننزل كمان بشوية ملح. بالنسبة بقى للفرخة، انا حطيت لها مية. البراد ده انا كنت بغليه طبعا عشان خاطر الفرخة، بس الرز هو خلص الاول وكانت الفرخة لسه بتتشوح، تمام. فحطيت لها هنا الفرخة، حطيت توابل الفرخة ايه، فلفل وكمون وملح ومكعب مرق مكعب ماجي يعني، فلفل وكمون وملح ومكعب ماجي. محطيتش حاجة تاني. طبعا هنا البسله بالجزر عندنا كنت طبعا مشوحاها زي ما انتم عارفين، ومتبلاها بالبصل والتوابل وكده. فطبعا الكفته هي اللي المفروض تاخد سوا الاول قبل الايه، قبل البسله. فانا حطيت الكفته خدت غلوه والتانية، ونزلت عليها بالبسله. كده كده اوريدي ان البسله يعتبر 3/4 مستويه. تمام. هتاخد غلوه كده، احط لها كده كوبايه ميه صغيره كده وشويه، وهنزلها من على النار. ورز كمان خلص معايا المحمر. اكتر حاجه غابت معايا هي الفرخه، ناشفه جدا، ناشفه بطريقه فظيعه. اول واحده محطوطه على النار واخر واحده نزلت، والله العظيم حرفيا. ولاد كل شويه هناكل امتى، هتحط الاكل امتى، خلصت الاكل ولا لسه. اخدت وقت جامد يعني. بس هي ماما قالت لي حط لها ميه سخنه، يعني اغلي الميه وحط لها، وكل ما تعوزي اغلي لها ميه وحط لها. بس انا حطيت لها ميه عاديه اللي هي من الحنفيه يعني. هما كده دول يعتبر خلصوا معايا، وكل ما تحتاج برضو ميه هحط لها تاني. كده انا قلت هنا اختبر الكفته واشوف الحدق بتاعها حلو ولا وحش، استوت ما استوتش كده يعني. لقيتها ما شاء الله حلوه، بس انا خدت واحده كده قلت اشوفها يعني. حطيت لها شويه ملح بصوت. الاكل كل ما يكون دلع تعرفي تتحكمي فيه في طعمه، انما لو حادق طبعا تستغربوش من بتاع البيضه ديت صنم يا جماعه، صنم جمل. انا كنت مشوحه بالبسله. تاخد كده صباع كفته واشوفه استوت، قطعت والحمد لله. هدوقها برضو مش هسيبها يعني، الحمد لله. عندي هنا بقى كانت شويه اطباق كده ما يتذكروش في الحوض، قلت اما اغسل المواعين بقى كلها مع بعضها. كنت بسخن شويه محشي، كان اخر شويه محشي قلت اسخنهم في الطبق الالمونيا ونسيتهم على النار ولزقوا في البتاع زي ما انتوا شفتوا كده. هنا كنت بجس نبض الفرخه كل شويه. هنا حطيت لها الطماطم، ومع ذلك حسيت ان هي مش حمرا، بس قلت هنا احط لها ايه، معلقتين صلصه كده كبار من اللي هي العلب عندي، خلي شربتها حلوه شويه. وكل شويه هفضل اجس نبضها واقلبها شمال في يمين، شمال في يمين، وفوق وتحت. بصوا الشوكه بتخش بالعافيه كده.
هنا برضو يعني تحس ان المية بتاعتها بتقل منها، كل ما بتغلي كل ما السوائل بتقل. غليت براد مية وحطيته فيها. مهم. يا رب تستوي بقى في ليلتك دي. كل شويه طالعه نازله، اطلع اقعد فوق شويه وانزل شويه، اطلع فوق شويه وانزل شويه، وانا سايباها على البوتاجاز. بص، هي طعمها حلو كل حاجه، بس هي عايزه صبر، وبتاخد سوا جامد 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 يعني فوق ما تتخيلي. هنا كانت خلاص استشهدت لما هي استوت، وكمان يعني ايه، كانت بتمط شويه كده يعني. بس خلاص بقى جوعنا بقى خلاص. ده انا مستهيألي حطها ساعتين تلاتة، والله بقى لي ساعتين تلاتة. كده احمرها، على ما احمرها اكون حطيت الاكل. مش عايزه اقول لكم الطرطشه بقى قد ايه، انا بعدت عن البوتاجاز اصلا. اعذروني ان انا بصور بالموبايل عشان الستاند، المكان اللي بيمسك التليفون معايا اتكسر، خد التليفون كده وقع. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. شايفين بقى الطبيخ بتاعنا جميل واحمر وحلو ازاي ومسكر وجميل. الله الله. بحب حاجة اسمها كفتة الرز دي، بموت فيها. قولولي مين بيحبها زيي، ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اختكم في اللايك والشير والسبسكرايب بالقناه عشان يوصلكم كل جديد. وعلى قد ما تقدروا شيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين والمتابعين. وبتبخلوا عليا باللايك كتير، اكتبوا لنا دعوه حلوه كده من قلوبكم، ومتنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه. حطيت الشوربه، شايفين بقت حلوه ازاي لما حطيت لها الصلصه، بقى دي مخلي الزيتون الجميل بتاعنا. والفرخه كمان اخر جنب بتتحمر فيه. حطينا طبقين رز وطبقين بسله، وواحد بس فنجان شوربه، بس احنا مش فيها قد كده يعني. بص بقى، عشان لزوم الشياكه، الشياكه والاناقه لازم تلبس في رجليها شراب. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا اختكم في اللايك والشير الفيديو على قد ما تقدروا. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.